بصوا يا جماعة، أنا الفيديو دوت عايز أقدم رسالة مهمة جدا جدا جدا. فرجاء من كل متابعيني المحترمين يعملوا لايك وشير للفيديو دوت، عشان الفيديو دوت مهم جدا وفيه رسالة مهمة جدا 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 اللي احنا وصلنا له. طبعا امبارح كانت هزيمة نادي الزمالك، وبطبيعة الحال أنا كأهلاوي وحضرتك كزملكاوي بنحفل على بعض تحفيل عادي جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه. يعني احنا بنحفل، انتوا حفلتوا علينا لما خسرنا من بيراميدز، احنا بنحفل عليكم، وموضوع هزار وضحك والكلام دوت مش اكتر. اتفاجأ ان انا كنت منزل خبر عادي خالص النهارده، بس للاسف كانت فيه صوره محمد شحاته وهو بيعيط بعد المباراه. خبر عادي جدا، والصوره طبعا انا هنزل لكم الصوره اهي، منشور موجود على الصفحه. خبر عادي بنقله على لسان كابتن احمد شوبير، ان خساره الكونفدراليه واثارها والفلوس والكلام دوت ملوش اي علاقه تماما بمحمد شحاته ووالد محمد شحاته. اتفاجأ بتعليق، وللاسف من ست بتهاجمني هجوم شرس جدا ومؤذي جدا نفسيا، يعني مؤذي لابعد الحدود. بتتهمني كمان ان انا ما اعرفش رسول الله اللي انا دايما بذكر اسمه وبصلي عليه في كل فيديوهاتي وفي كل منشوراتي، واتهمتني ان انا بستغل حرمه الموت وبستغل ان انا شمتان في والد محمد شحاته. والبوست والله ما في اسم محمد شحاته اصلا، بس بطبيعه الحال ان خساره الزمالك ركله الجزاء اللي شاتها محمد شحاته اللي هي ضاعت. فبطبيعه الحال انا بتكلم على لاعب في نطاق مباراه، انا ماليش دعوه بوالده، وربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه ويرحم امواتنا اجمعين. انا استحاله اعمل كده، يعني انا استحاله يعني اشمت او حاشا لله، يعني حاشا لله. كل المتابعين المحترمين عارفيني انا طبيعتي ايه بالبوستات اللي انا بنزلها او الفيديوهات. كبيري ممكن احفل تحفيل في نطاق الادب، عمري ما غلطت في حد، عمري ما هنت حد، عمري ما شمت في حد، لا هو تحفيل كروي هزار. النهارده انا بحفل عليك، بكره هتحفل عليا، امبارح كنت بتحفل عليا، النهارده كده خلاص. موضوع في نطاق الرياضه والهزار والضحك، ما يوصلش ان واحده ست يعني ترميني بابشع الكلام وابشع الاتهامات، لدرجه ان هي اتهمتني ان انا ما اعرفش رسول الله وخرجتني من ديني. وانا مش كده خالص والله. الكرة ديت هزار وضحك وتحفيل وبس، انما توصل للدرجه دي يا جماعه انا نداء لكل اللي بيشوفني. اهلاوي على صفحتي على دماغي، وزملكاوي محترم على صفحتي على دماغي برضه. فبلاش نأذي بعض، دي رياضه وكوره وهزار وضحك وبتاع. الزمالك خسر